التغيير اللي مسويه حيدر تعال. شرفكم شلون تغيير؟ والله تغيير شك وانا كل واحد فرحان بيه. شباب منو منورين اليوم؟ شباب احبهم. الحب ما يجي نفس الفيديو الاول. بسيمة مبروك الخطوبة حبيبي، تستاهل كل الخير، بس كون اريدك هيك مو هيك وهيك. يويو حبيب الروح، نزيه اللي كتاباتك وراسم متذيني وداعتهم، بس كثرنا على ابو الميس. على ميسي فقط؟ ميسي والزوراء يعني. لا ما نجامل، دنا الصدق اثنين. بسيمة مشتاق لك. قوقية اموت عليك اخي. يويو اموت عليك اخي. يابا اليوم يم محل علوش. مساء الخير، شلونكم؟ طبعا الواحد مو الا يقعد يسوي لكم فيونكه وهيجي وشغلات وترتيبات، مو صحيح؟ حلو الواحد يشارك كل شيء على الطبيعه، ما عليكم بالكوشه. بس ما الشطط هاي. شوفوا اليوم محضرين مثل ما شفتوا مشاوي. شنو السبب؟ لانه الواحد مثلا من يمشي او تسوون رياضه تمرين، فافضل شيء تظلون محافظين على طبيعه الاكل مالتكم. اكلوا قد ما تقدرون من هذا المخلوق اللي هو الخس، قد ما تريدون، ليمون وخس وهالسوالف، وهي المشاوي كلش عادي بدون خبز بدون تمن. انا اليوم ما مسويه مثل ما تشوفون البرغل. طبعا ما راح اكل من عنده اكيد، لانه اول شيء مو هالقد احبه، وشغله ثانيه لانه سويت بيه زيت، يعني طبخته بالزيت، وحتى الواحد يعني يتجنب الاشياء اللي بيها كلش دهن عاليه. لا تاكلون، اكلوا بس الزلطات. هنا عندي افوكادو وخس وليمون، راح اخلي عليها زيت زيتون وشويه من الصلصه. ديت واو ديت واو ديت واو. اليوم فقط ادري هالدجاجه ما تخلص. ونيمنا العلاكي، سوينا له دوش من هذا الزين. طبعا وقت الغروب ضروري تشغلون دعاء وتسوون حرمل او بخور، طبعا على حسب الموجود. اذا عندكم عود عنبر دزولي. ما اقول لا. المهم هسه صعدت الغرفة الملابس. بو هاي البارحة لاعبين هنا لعب بين قوسين، لاعبين بالكريمات وبهالسوالف هاي كلها. بس عندي بس تأزيل، صرت البردة زين، ونرتب الغرفة يعني ولو نص ساعة زمن واحد يخصص هذا الشيء حتى ما يبقى عندكم كركبة وهاي الشغلات. طبعا أنا ما أحب يعني بس الابتسامة وين أضمها. أحب أضحك على هذا الموضوع. بس بنات على شنو حارقين أعصابكم؟ إذا الهالوين خلاص والدنيا مشت وراحت وهي كيكة أكلناها وزعناها وانطيناها لكل العالم، على شنو يعني حارقين دمكم؟ وهذا ما يجوز، هذا حرام، هذا حلال. دع الخلق للخالق، ما لكم علاقة. ما طول شيء مو غلط ومو حرام ومو معتقد ده نحييه، خلاص إذا نقطة انتهت الموضوع. بسيط. أبسط من شربة المي. الله وكيلكم. ما حاجة الواحد يحرق أعصابه على أشياء ما تستحق. يعني دائما واحد يشوف نفسه أكبر من هاي الأمور، إنه اليوم أني أجي أنصح فلان أو علان. لا، طالما هو عنده عقل وعنده تفكيره الخاص، إذا هو مقتنع، أو قد يكون ما مقتنع، مجرد مشاركة عادية، مجرد يوم عادي، هو لا إحياء ولا بطيخ. ليش واحد ياخذ بهالفكر والأفق يكون ضيق؟ بهاي المناسبة، بما أنه أكو ناس فسرت موضوع الكيكة الهالوين إنه هي إحياء، والله العظيم وهذا اللي يقرأ الدعاء، وقسما بهاي المغربية ما أعرف معناه شنو أصلا هالوين، لأنه ما يهمني.
ثقوا بالله الكريم، انا لو كنت مهتمه شنو هالوين كان رحت بحثت عنه، لان يهمني دا اشوف بالشارع اصلا، حتى استهزئ بلبسهم وهيك الشغلات، يعني اقول شنو العقليه، شنو هالمستوى الناس اللي واصله بالفكر، بس ابدا ما بحثت بالموضوع وتدخلت بيه، بس مجرد شيء للاطفال شلون احنا نسميه القرقيعان، هيك شيء لا اكثر ولا اقل. بس من خلال هذا الستوري حابه اوجه في رساله بسيطه. اليوم من انتم سويتوا شيء او الشخص الثاني فسر على مزاجه، خلوه يفسر مثل ما هو يريد. ما اجي ابرر او احكم على نفسي بانه اني فعلا غلط وهو صح لانه هو هيك يفسر، لا ما مجبوره، ما مجبورين ابدا. لا يجي يصير خلينا نقول شيخ على شخص، فخلينا ننتبه على نفسنا، نعالج الاغلاط اللي عندنا، الاشياء السلبيه، النقصات اللي بينا. قد يكون اليوم عندي نقص باكر غير نقص، فممكن انه اعالج نفسي احسن من قبلها ومن قبلها ومن قبلها، اشتغل على نفسي اكثر. ما لكم علاقه بالناس اللي حواليكم، مجرد انه بتستفادون من عندهم شيء يعني ينفعكم بحياتكم العاديه، ما استفاد من عنده، مو بالضروره اجي اتهمه او احط عليه اصبع الاتهام وافسر بكيفي وبمزاجي. فحلو الواحد يشتغل على نفسه، واهم شيء ما نظلم احد، ما ناكل حق احد بهاي الحياه، لانه كل شيء يرجع لكم بالاخير. الظلم مو بالضروره انه اليوم تاخذون حق يعني مادي من شخص، وانما ظلم تحجون مثلا بسمعته او تحجون ورا بظهره او تفسرون بكيفكم، فهذا كله ترى يرجع. ولهذا السبب الواحد ينتبه على تصرفاته بهاي الدنيا، ونبقى احنا برحله وما حدا له علاقه بالثاني. اللي عنده مناسبه باكر خليه يكتب لي، اسوي لكم كيكه احلى من مال هالوين، كلها فقاعات ودم وهياكل عظميه لا تخافون. راح اضحككم على فد شغله اذا انتبهتوا. انا قاعده اشتغل بهاي الغرفه، واول ما دخلت طلعت الملابس سلتين، سله مال كوي وسله بس تصفيط، وتنخل شنو تتخلى بالمجرات. واني اشتغل قلت معقوله الغرفه هيك حاره يعني من اوتي؟ ما صايره هاي، صحيح الجو حلو، انا فاتحه شباك من فوق، شنو هالحراره؟ كان اندار ولقيت تدفئه معلوقه على 5. شوفوا طفيتها فتحت الشباك كله على طوله. شو الحراره؟ قلت معقوله من الاوتي البخار هيجي الغرفه تصير نار. حتى ما ظل كل ساعه ناطه عليكم بالانستغرام. خلوا راح اكمل شغلاتي، لانه راح اظل اسولف والسله تبقى، بعدين نقول بعد شويه منه تعب ويخلص الباور، يجي وقت النوم السله تبقى الباكر. من هالثانيه اقول خل اقوم اكويها ومكانها يترتب، يلا ارجع لكم. واحتمال ما ارجع لكم، احتمال اخلي زيت الشعري وانام. احبكم هواي، تصبحون على مليون خير، وباكر التقيكم بالستوريات جديده الصبح ان شاء الله. ما فتن. باي باي. يا ولد انتوا قد التحدي؟ لا انا لا. اطلع اشوف والله. انتوا ان شاء الله بينا خير. اوكي كوري ولا ان شاء الله. افتح لي الواتساب مالتك. افتح لي الواتساب مالتك. افتح لي الواتساب مالتك. يا قبل وبدر. افتح لي الواتساب مالتك. اقعد. افتح لي الواتساب مالتك. افتح لي الواتساب مالتك. اعطيني بس لحظة من فوق. هذا ما الشغل خاف. لا والله بس كافي يعني شنو تريد؟ خلاص تدرون شنو؟ انتوا كلكم عندكم شيء. تعبني هو شنو؟ تعبني. اكثر بشر متعبني بالعلاقه والله. تعبك بس شلون طلعت؟ كبير مو ذكور الذهب. قبل التمرين لازم كارديو. اني هذا ملكي كارديو. وكالعادة كل رحلاتي من ترمينال. هذه الصالة هي بنص المطار، لكن خارج المطار شوية.
دائما أنا أقول لكم عليها، تجون من السفر تسافرون، هذه صالة VIP تقعدون وحدكم بيها، وهذه صالة كاملة. ما أقدر أن أصور أكثر، إن أكو عالم قاعدين هناك. ريوق، غدا، عشاء، قهوة، شاي، عصير، بوفيه عندي مطعم. أوكي، تسلمون جوازاتكم يوقفوكم بباب الطيارة، ملوك. تسلمون جوازاتكم، تجون تقعدون هنا والباقي عليهم، تروحون لبيوتكم بسيارات تاهو. سجا ما ادري ايش بيها وياي اليوم. ايش بيش سجا؟ ما بيها شيء، بس انتي طلبتي لي لفات جبن تصبير، واني اريد مال جبن. بس هي صح طيبة، بس كنت اتمنى باقلة بالدهن. ايوه القرآن، يعني الصبح باقلة بالدهن. يعني واحد شو اكله والله بلا زحمة، بالليل نفس الشيء، هذا اكل وهذا اكل. بس اذا مو هيك لفات نعم. هاي تصبيرة، هاي تصبيرة عيني. شنو تصبير الباقلة؟ هاي اني تصبيرات هذني طبعا وراها ناكل. هاي عود شنو يعني الحركة هاي مال قش؟ يعني عود انتي مثقفة ما تاكليني ها. يعني ما ادري ايش بيها البنية. والله لا بس ايش راح تصير هاي السفرة؟ الله العالم. شنو سوى